السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. يلا نبدأ معاكم بقى يومنا. وقبل ما نبدأ بقى ما تنسوناش بقى باللايك وبسبسكرايب او الاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مننا. النهاردة ان شاء الله هنعمل معاكم ايه؟ محشي كرنب. ما هو الشتاء لا اما محشي كرنب لا اما عدس. والايام دي هو الكرنب اللي حلو، البتنجان مش حلو بصراحة، والبتنجان بيبقى حلو في الصيف لكن في الشتاء مش حلو. بس للاسف بقى طبعا الكرنب الايام دي غالي، برغم ان الرز غالي. المفروض الكرنب يبقى ارخص، يبقى رخيص، بس للاسف الاتنين غاليين زي ما انتم شايفين بقى كده. انا هعمل بقى كمان رصه واحده بس خاص. انا محدش عندي بياكل خاصه الا انا بس، فانا بحبه. فقلت بقى ايه، اعمل بس رصه على الوش كده اكلها، وايه والباقي ياكل كرنب. وهاكل كرنب برضو. وبعد كده بقى زي ما انتم شايفين برضو قلنا بقى كمان الفلفل بقى الايام دي حلو ورخيص. هو الفلفل الحاجه الوحيده اللي رخيصه، فربنا يسترها وما يرفعش هو كمان. والطماطم بدأت تشد شويه، فاحنا قلنا بقى ايه، نجيب برضو شويه فلفل نخزنهم عشان خاطر ايه، الطماطم لما ترفع الفلفل بيساعد ان ايه، بيحمر الطماطم. فقلت بقى اجيب شويه كده برضو، جبت كده كيلو وربع. جبت كنت الاول منقيه لوحده شويه وكملت عليه. اداهولي كان بيقولي الاول ب10، ادالي كيلو وربع على بعضه. فجبت بقى الكيلو وربع كله على بعضه كده، كيلو وربع ب10. وساعات بيبيعوه، يعني الاول كان تقريبا من فتره كده كان ب16، بس هو بدأ ينزل شويه. فانزلوا هاتوا بقى فلفل دلوقتي خزنوه. جبته بقى زي ما انتم شايفين وقطعته كده، شلت البذر منه وغسلته. وقطعته وقلت بقى ايه، احطه كده كل ما اجيب طماطم اروح ايه، حاطه منه شويه على واصلصها. لو انا عايزه اصلص كميه طماطم، عايزه اضرب زي ما انا هضرب دلوقتي كده طماطم فريش، هضربها واحط عليها ايه، فلفل وانا بضربها عشان تحمرها. شايفين الطماطم مش حمرا قوي، فقلت بقى ايه، احط عليه كام قرن كده بحيث ان هي تقلل في الصلصه وفي نفس الوقت ايه، تحمرها. زي ما انتم شايفين بقى كده. وجبت بقى الفلفل كده اهو. في بقى حاجات صغننه كده، كأن فلفل لسه ايه هيطلع صغنن كده. رحت عينه برضو ايه، هحطه كده واضربه معايا. حطيت بقى الطماطم كده وحطيت عليها الكام قرن فلفل زي ما انتم شايفين. وهبدأ بقى ازودها شوية مية مش كتير قوي، واروح ضربهم في الخلاط عشان نبدأ ايه، نصلص معاكم المحشي. وبعد كده جبت بصلة بقى، مش هحط اكتر من بصلة بالبصل الغالي ده. البصل بقى ب40 جنيه. ده ال40 جنيه ده هم الأول كانت الناس بتملى التربو بال40 جنيه، يعني لما كانوا بيعدوا التلاتة ب10 وكانت الناس تجيب كمية تحطها، يعني 3 ب10. يعني ال40 جنيه ده هم كان الواحد يجيب بيهم 12 كيلو بصل. كان الواحد بيملى بيهم التربو، بس مش عارفة فيه ايه. وزي ما انتم شايفين بقى قطعناه بقى كده، كل حاجة رفعت. يعني السمنة البلدي بقت ب170 اللي هي البقري. وهي يعني، والطماطم اللي نزلت شوية رجعت هترفع تاني. مفيش حاجة رخصت، يعني مفيش حاجة بترخص، كل حاجة عمالة ترفع. والرز وصل ل33 جنيه. الرزاية الرفيعة اللي هي بتاعت المحشي ب30 جنيه. مش عارفة هنعمل ايه بعد كده. زي ما انتم شايفين بقى، جبت الطماطم كده ضربتها كده، شوحت البصله ورحت نازله وانا بشوح البصل كده معلقه معلقه سمنه كده مع شويه زيت، ورحت مشوحاها ونازله ايه، ونازله بالصلصه. زي ما انتم شايفين بقى كده كمان. كان عندي وركين في الفريزر، فجبت بقى ايه الاسبوع ده، جبت ورك واحد قلت عليهم، يعني عشان خاطر كده كده مره نعمل لحمه، مره نعمل فراخ، مره نعمل بانيه. فجبت بقى زي ما انتم شايفين الورك ده. انا كنت حتى غسلهم قبل ما اروح المدرسه كده. قلت لما اجي اكمل عليهم تنظيف ابدا ايه، اغسلهم بالملح والدقيق وكده اهو. زي ما انتم شايفين بقى كده. هغسل بقى الورك كده، ولو في حاجات صغيره كده بشيلها كده. وجبت بقى كمان الكبده كده برضو. جبت ربع كبده. الكبد والقوانص ب85. يعني هي الفراخ اللي يعني شويه، بس اكيد هترفع هي كمان. وعندنا بقى الوراك من سعر، في ناس بتبيعها ب76 وناس بتبيعها ب75. والبانيه في ناس بتبيعه ب155 وناس بتبيعه ب160. اهو زي ما انتم شايفين بقى كده. بس الفراخ بقى في الشتاء جميله، بتبقى الوراك بتاعتها كبيره، والكبده بقى كمان ما شاء الله حلوه كبيره كده. هي عامه فراخ الشتاء بتبقى كبيره اهو. شطفتها بقى كده، وهبدأ بقى احطها بقى كمان كده عشان انقعها، حتى اشيل الكبده لوحدها كده على جنب عشان الكبده ما تتهريش مع الملح مع كده، هتتهري. فقلت بقى بالمره اغسل الفراخ. عامه النهارده بس هنعمل فراخ، هعمل ورق بس. قلت بالمره اغسل البانيه عشان يبقى جاهز، واطلعه من الفريزر يبقى جاهز.
وحتى الوركين ده هم كانوا في الفريزر طلعتهم يفكوا عشان ما بحبش الوراك، يعني انا شايلاها مغسوله بس ما بحبهاش اشيلها واحطها ايه، اطلعها من الفريزر احطها على الحله على طول، لا بتبقى طعمها ليها طعم كده، لكن لازم اطلعها تفك. وزي ما انتم شايفين هغسل بقى البانيه كمان عشان اخليه جاهز. وبرده غسلت معاكم الكبد والقوانص برده كده وعشان اشيلهم برده ايه جاهزين. وجبت بقى كيس حطيت فيه البانيه. الاول انا البانيه كنت بتبله، بس دلوقتي عشان خاطر بقى ممكن نعمل شاورما لا اما بانيه، فما بقتش بقى اتبله بصراحه، بقيت اشيله زي ما هو كده في كيس واشوف بقى هعمل له، هعمل بانيه اطلعه قبليها يفك وايه واتبله. لو هعمل شاورما يبقى ايه خلاص بقى ايه هنعمله شاورما. وزي ما انتم شايفين بقى كده هبدأ بقى جبت المقص كده وابدأ اقص بقى الكبدة والقناصة كده. القناصة اللي طلعت جامدة شوية مش نافعة تتقص بالمقص، فهقص الاول الكبد كده واقص القلب عشان خاطر ايه وهجيب القطاعة بقى بعد كده اقطع عليها ايه القناصة عشان اشيل برضو الكبد والقوانص تبقى جاهزة. دي بقى اللي ايه مش شرط تفك، هطلعها على طول اروح حطها واحط عليها معلقة سمنة واقطع عليها كم احط قرن فلفل كده اقطعه عليها واشوحه وبصلايه بقى كمان. وخلاص بقى كده ايه دي ايه كبد القوانص بتاعتنا، عشان لو محدش بيعرف يعملها يعني. وممكن بقى ايه يعني ايه هوطي عليها النار، ولو حابه شويه ميه زودتها شويه ميه بس شويه بشويه، ما تحطوش ميه كتير بتبقى طعمها مش حلو، لا زودها شويه ميه بشويه. وزي ما انتم شايفين الصلصه بقى خلاص اتصلصت، ما كنتش حاطه التوابل خالص، انا توابل المحشي ما بحطهاش الا في الاخر خالص. ورحت نازله بقى بملح وكمون وفلفل اسمر وشويه شطه، هي دي توابل الكرنب. لو انا بعمل بقى ممبار، بعمل بتنجان، ورق عنب، اي نوع محشي تاني غير الكرنب بحط شويه نعناع، بس انا دلوقتي مش هعمل الا كرنب. ولو بعمل ورق خاص لوحده بحط نعناع، بس انا هعمل كام صباع خاص كده فمش هعمل بقى مش هحط نعناع عشان الكرنب. وبعد كده اهو زي ما انتم شايفين سبكنا بقى بعد ما اتسبكت طبعا وحطينا التوابل زي ما قلت لكم. نزلنا بقى شوحنا الرز، بس الخضره ما بحطهاش خالص، ما بقطعهاش. وكتروا بقى خضره، الخضره الايام دي الحمد لله رخيصه، فكترت بقى خضره حتى ما كترتش رز. بعد ما شوحت الرز شلته من على النار ورحت مقطعه عليه الخضره وحشيت بقى زي ما انتم شايفين كده. انا بوريكم عملت بس كده يعني ما كملش رصه، ورق العنب ما كملش رصه. وهبدأ بقى احط شوية شوربة على شوية ملح على الوش، وانزل بقى بالشوربة كده اهو زي ما انتم شايفين. وكده كده ايه المحشي منه صلصته حمرا فما حطيتش على الوش ايه صلصة. وبعد كده نسيب بقى اشيل ورقه كبيره اغطي بيها المحشي، فحطيت بقى ايه الطبق ده عشان خاطر لما ياخد ويدي كده الصوابع، هي الصوابع حشيها جامد بس برضو بحطها كده ايه على الوش. وبعد كده بقى زي ما انتم شايفين جبت بقى الورق اللي فاضل، يعني انا الكرنبايه فاض منها شويه، فطبعا لو انتوا كل ما تجيبوا كرنبايه يفيد منكم شويه وتعينيهم يبقى ده يعتبر تغذين. يا جماعه بقى رمضان جاي، كل سنه وانتم طيبين. وشايفه على النت الزينه بتاعت رمضان نازله يعني في بعض المحلات مش المحلات كلها. فطبعا بقى ايه يبداوا خزنوا بقى رمضان، عايزين تخزنوا كرنب بيبقى جاهز عشان خاطر كمان رمضان هيبقى في مدارس السنه دي بقى ايه مختلف، اللي عايز يخزن حاجه دلوقتي يخزنها، اللي عايز كمان. وبعدين شهر واحد داخل الحاجه ايه ده عز التخزين، بس للاسف الحاجه غاليه. يعني انا لسه اجيب بسله اخزنها، البسله ب30 جنيه، فللاسف مش عارفه اجيبها اخزنها يعني ايه، يا دوب هنجيب نص كيلو نعمله في الاسبوع وخلاص. فربنا يسهل يمكن تنزل شويه. وزي ما قلت لكم بقى كل ما اجيب كرنبايه ويفيد شويه اروح ايه حطاهم في كيس وعيناهم في الفريزر بحيث ان ده يبقى تخزين الكرنب برضو. وهنا بقى هنا بوريكم برضو بعد ما استوى بقى ايه، تعالوا بقى اتفضلوا معانا احلى محشي بقى كده، احلى محشي كرنب. وجيب بقى كده اهو فرغته معاكم. ورق الخاص ده والله جربوه هيعجبكم، يعني هو انا عندي مش بياكلوه ولا الاولاد ولا بابام، بس والله طعمه جميل. يعني جربوا كده ان شاء الله، جربوا حبه كده نص رصه على الجنب زي ما انا عامله كده هيعجبكم. وعملنا بقى شويه لسان عصفور بقى كمان كده، وحمرنا المحشي. وتفضلوا معانا بقى شايفين البخار بتاع المحشي، المحشي بالذات في الشتاء ده جميل قوي هو العدس. وما تنسوناش بقى باللايك وبسبسكرايب او الاشتراك وتفعلوا الجرس.